جمعية الأفق الأخضر هي جمعية منبثقة من المجتمع المدني. يعني هذه الجمعية تأسست في أواخر ديسمبر 2018، وخدات على عاتقها باش تغير هذا الشاطئ وتعطيه واحد نمط جديد، ويعني وتعطيه خدمات اللي كان محتاجة لها، وخاصة محتاجة لها المواطنين. وسنة 2020 حرزنا على أول مرة على اللواء الأزرق. اللواء الأزرق اللي هي علامة دولية اللي كتعطى الشواطئ اللي كتوفر على جودة المياه، جودة الرمال. شحال من سنة تاخذوها؟ هذه 5 سنوات متتالية الحمد لله. والشاطئ تغير بأكمله، يعني ولاو عندنا. شنو الميزات ديالو؟ الميزات ديالو هي الجودة ديال المياه، السلامة، النظافة، الوقاية. يعني هادو هما المتطلبات باش يمكن لك اي شاطئ يحرز على اللواء الازرق. حنا عندنا الشاطئ ما فيش داك بحال الشواطئ الاخرى، داك لي باراسول تيتكراو، الكراسي تيتكراو. هذا الفضل كيرجع للسلطات، لان السلطات كتعاون معنا. لولا وجود السلطات ما كان هذا الشيء يكون الصراحه. نصيبطوا رساله لهاد المصطافين، شنو نصيبطوا اش نعطيوهم كرساله؟ الرساله ديالهم هي المحافظه على الشاطئ ديالهم، لان الشاطئ ديالهم قبل ما يكون ديال شي حد اخر باش يتمتعوا فيه هما وليداتهم والعائلات ديالهم. وهذا الشيء كله راه مجهودات اللي كتقوم بها الجمعيه وكيقدموا بها السلطات وكيقوم بها كذا، حتى المبادره الوطنيه للتنميه البشريه كتساهم فيه، حتى شركه ريدال، مجهودات اللي كتجعل هذا الشاطئ على احسن المستوى. الامور اللي تنديروها ورشات في واحد العدد كبير مع الاطفال، لانه التعلم في الصغار هو النقش على الحجر في نظافه الشاطئ، باش هذوك الناس يكبروا وهما عندهم الروح ديال المسؤوليه والروح ديال النظافه والروح ديال الممتلكات العموميه.